شكرا معالي الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أقول أما عن سؤالنا اليوم فأرجو أن يكون من ورائه فائدة للجميع، وعلى معلومات هذه منشورة ومعروفة الأرقام، لكن نريد مناقشتها مع معالي الوزير ليوضح لنا بعض الأمور. السؤال كان واضحا حيث كان أنه بلغ حجم الدعم الحكومي لمبيعات النفط والغاز الخاص ببابكو وبني غاز والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز 800 مليون و841 مليون دينار لعامي 2011 و2012 على التوالي، وتدفع الحكومة لبابكو الفرق بين السعر الدولي والسعر المحلي للمشتقات النفطية، مما يستنزف مبالغ هائلة من الإيرادات النفطية، وأرجو متابعة الأرقام. وفي المقابل تساهم بابكو وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بمبلغ ضئيل جدا في إيرادات الدولة، بلغ 65 مليون دينار فقط في 2011، بما لا يتناسب مطلقا مع المبالغ التي تضخها الحكومة بها. وعليه أين ذهب الفارق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات العامة لعام 2011 والمقدر 735 مليون دينار، 753 مليون دينار. وما هي الأسباب التي تجعل الحكومة تعامل بابكو هذه المعاملة التفضيلية التي تكبد الموازنة العامة مئات الملايين؟ ولماذا تقوم الحكومة بمنح بابكو برميل النفط $1 فقط، وعلى طريقة أبو أنس فقط، وفقا لاتفاقية امتياز تحديد سعر البرميل الموقعة بين الطرفين في 1 يناير 2005، وتدفع لها أيضا فارق مع السعر العالمي للبرميل النفط، رغم أن بابكو لا تساهم بالموازنة العامة إلا بالقليل، حيث بلغت مساهمتها في إيرادات الدولة 52 مليون دينار فقط في عام 2009، 60 مليون دينار في عام 2010، 65 مليون دينار في عام 2011. ولكي يكون واضحا وجليا نؤكد أننا نؤيد إلى حد ما مبدأ دعم المبيعات المحلية من المشتقات النفطية والغاز ولسنا ضده، ولكننا نختلف مع معالي الوزير في طريقة احتساب حجم هذا الدعم وكلفته، حيث يتم احتسابه بصورة تنعكس سلبا على إيرادات الدولة من خلال خصم مبالغ متضخمة لا أساس محاسبي لها، وخاصة فيما يتعلق بدعم مبيعات الغاز. ففي حالة النفط ليس لدينا اعتراض، حيث أن السعر السوق 90 وحجم الاستهلاك، وعندنا هنا يباع سعر على المواطنين ب33 والحكومة تدعم الباقي، ومجموع من الاستهلاك 32 ألف برميل. هذا مفهوم إلى حد ما، بينما الإشكالية الجوهرية تظهر في آلية احتساب دعم مبيعات الغاز، حيث يتم تقدير إيرادات الغاز في ميزانية الدولة 2013-2014 بسعر $2.32 للوحدة الحرارية، وهو السعر المدعوم، وليس السعر الاسترشادي $5.5، مما أدى إلى انخفاض إيرادات مبيعات الغاز في الميزانية. وعلى الرغم من ذلك يتم خصم الفرق من إيرادات مبيعات الغاز وقدره، سمعوا الأرقام، 610 مليون دينار في عام 2013 و648 مليون دينار في 2014، وهو عبارة عن الفرق بين السعر الاسترشادي والسعر المدعوم. وهذه الآلية خالفت الأسس المحاسبية حسب علمي، وأرجو من معالي الوزير التوضيح، التي تم العمل بها في التعامل مع إيرادات النفط
وحجم الدعم في المشتقات النفطية التي أوضحناها آنفا. إذن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم خصم مبلغ 610 مليون دينار في 2013 و648 مليون دينار في 2014 من إيرادات الغاز، في حين تم اعتماد إيراد الغاز بسعر 202.32 دولار وليس 5.5 دولار؟ في البترول فهمنا الفرق، أن نعتمد 90 وبيع ب33، ففهمنا الفرق. هنا اعتمد 2.32 32، لم يعتمد 5. هذا الاسترشادي لم يعتمد، فلماذا جاء اسم دعم؟ أي دعم؟ لم يباع بهذا السعر أصلا، هو عندنا وبيع بهذا السعر. طيب، ففي حال تم اعتماد الأسس المحاسبية التي طبقت في احتساب المشتقات النفطية، فإن إيرادات الغاز سوف ترتفع من 1075 مليون دولار و1144 مليون دولار في 13 و14 إلى 2693 مليون دولار و2864 مليون دولار في عامي 2013 و14. معالي الرئيس، الفرق يطلع 3338 مليون دولار، ما يساوي 1258 مليون دينار. مليار و300 مليار وربع مليون دينار. هذا حسب الأرقام الموجودة المزودة من الميزانية، هكاهي موجودة، وأرجو يعني عرضها إذا أمكن حتى يطلع عليها معالي سعادة النواب، تكون واضحة إذا احتاج ذلك، وهي عند الإخوة إذا ممكن يعرضونها. فمعالي الرئيس، أسأل معالي الوزير، طبعا قبل هذا السؤال للأسف يتم خصم قيمة الدعم من باب الإيرادات. أرجو معالي الوزير أن يوضح لي ذلك، قد أكون لا أفهم كثيرا في هذه الأرقام. أريد من معالي الوزير يوضح لي كيف تم خصم قيمة الدعم من باب إيرادات الغاز، فإن هذا يسبب عجز مقداره 583 مليون دولار في 2013 و576 مليون دولار في 2014، والطامة أن الدعم في الغاز أكثر من إيرادات الغاز. شلون يصير؟ احنا نبي نفهم، احنا الحمد لله إذا فهمنا نفهم، فنبي نفهم شلون يصير الدعم أزيد. هكا هني سلمك الله دعم الغاز، صافي إيرادات الغاز 1144 مليون، هذه في 2013 1075 مليون. طيب، إجمالي إيرادات النفط والغاز موجود هناك. الدعم المقدر للغاز قلنا الإيرادات 1075، الدعم 1618 مليون أزيد، يعني الدعم المقدر للغاز 610 مليون. حق شنو؟ حق من؟ تعال يا نواب، قالفير 400. أي قالفير؟ شعب البحرين عاملون مثل قالفير، شعب مثل شركة. قالفير 400، الآن 300 مليون متعذرة لزيادة النواب، متعذرة. بني غاز كم الآن تدفع؟ 800 مليون، 600 مليون في سنة. والعجيبة اللي يدود هيك ساعات بالدولار وساعات بالدينار عشان تحس الأرقام. لين بغوها وايد يخرعونك حطوا دولار، ولين بغوا يقللون حطوا دينار. والله نفس الجدول، دولار ودينار. يعني إذا ما تنتبه يعني أقول والله لو عامل شعب البحرين كله معاملة شركة، بابكو
لأصبحنا من المترفين، مثل بابكو نبي، مثل بني غاز، مثل الغاز. يلا مثل ما تعطون قلفير وبابكو عطوا للبحرين. أنا أريد أن هنا الطامة هنا تقول البيع $2 و32 من 100 موجود، هذا سعره وهذا يعطى. هنا يضاف الدعم النفط والغاز في سعر واحد، الإيرادات موجودة، وهذه أهم شيء مع الوزير فهمنا. الإيرادات هنا إجمالي إيرادات النفط والغاز موجود فيها بسعر 2.32. طيب لماذا يخصم إذا دعم؟ هو ما أعطيته ب5.5، لماذا يخصم هذا المبلغ؟ شلون؟ طيب خصم وين راح؟ أنا انبطت عيني ما عرفت وين راح حقيقة. فأرجو التوضيح. هذا هو أهم سؤال، أهم نقطة. ثم أن أقول معالي الوزير أفرد أن جميع أوجه الدخل الوارد من مبيعات المشتقات النفطية والنفط والغاز طبيعي لشركة بابكو يتم تحويلها بصورة مباشرة إلى الخزينة الحكومية.